تستمعون الآن إلى برنامج قبسات من هدي النبي مع فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم أيها الشعب الطيب الكريم في داخل إريتريا وخارجها، في قراكم ومدنكم العظيمة. أتوجه إليكم بالتحية الطيبة العطرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا، ومع المجلس الثالث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم نقتطف منه إن شاء الله بعد الإضاءات السريعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. الحديث يتكلم على مراحل خلق الإنسان، والنبي ذكر أنها تمر ب3 أطوار. أول تكون ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان، بويضة المرأة ومني الرجل يلتقيان ويشكلان نطفة في رحم الأم، وهي من أدق المراحل سبحان الله. وكذلك تتبعها مرحلة أخرى يكون فيها مرحلة أشبه بالدم المتجمع، يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم يتحول إلى قطعة لحم أشبه بالقطعة اللحم الممضوغة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وبهذا نكون وصلنا إلى 120 يوم، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملك من الملائكة فينفخ فيه الروح لهذا الطفل. لا ندري كيف ينفخها وما هي حقيقة الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكننا على يقين كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا من الملائكة يؤمر بنفخ الروح في هذا الطفل، ولا يكتفي بنفخ الروح، بل هذا الملك يعني يسأل الله سبحانه وتعالى عن أجل هذا الطفل وعن رزقه وكذا في بعض الروايات. وهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر هذا الملك بأن يكتب رزق هذا الولد، ماذا سيأكل، ماذا سيشرب طول حياته. وهذا الحديث فيه طمأنينة للناس أن رزقك مكتوب في بطن أمك. يا أخي لا تجزع، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. أكثر مخاوف البشر على الرزق يا أخواننا، والرزق ده مكتوب لك في بطن أمك. يعني والله مش حترحل من هذه الدنيا نفس أبدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا ربنا كاتب لك حتعيش 60 سنة 50 سنة 40 سنة 30 سنة، ما في إنسان حينقص أجلك أبدا. إذا مكتوب لك في رزق حتأكله لو أرادت هذه الدنيا أن تمنعك منه. لذلك بعض الناس يصاب مثلا ببعض الأمراض فيمنعوك الأطباء من أكل اللحم، من السكر، من كذا. اعلم أنك استوفيت رزقك من هذا، خلاص شربت سكر ما فيه الكفاية، جاءت أمراض السكري قال لك الطبيب ما تأكل سكر، خلاص
أنت استوفيت السكر، وبحث لك السكر في جانب آخر يعني، وما تحزن وما تتضايق الإنسان، لأنه هو رزق معلوم ومكتوب. فإذا الملك يكتب لك في بطن أمك رزقك، ويكتب لك عملك، ويكتب لك أجلك، وتكتب أشقي أنت أم سعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وفي رواية: فيما يتراءى للناس، يعني الإنسان الناس يشوفوه يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ما بقي من دخول الجنة على حسب الأعمال التي يعملها، ما بقي له فقط إلا عمل يتطلب قدر ذراع، فيسبق عليه الكتاب. يعني سبحان الله، الكتاب اللي كان موجود في علم الله عز وجل أن هذا الإنسان سوف يفعل فعلا لا يوصله إلى الجنة أو سيموت كافرا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهنا ربما عمل بعمل يستوجب دخوله النار قبل الجنة، وإما والعياذ بالله انتكس في إيمانه فأصبح من أهل النار دائما فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، وإذا أخذنا الرواية الأخرى: فيما يتراءى للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص إنسان انغمس في المعاصي والذنوب حتى ما بقي له من النار مقدار ذراع، فإذا به يندم ويتوب ويرجع ويؤوب، أو كان كافرا فالله سبحانه وتعالى يمن عليه بالإيمان، فيسبق عليه الكتاب الذي كان قد سطر في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها. الفوائد طبعا عظيمة في هذا الحديث والدلالات عليه، وأشياء كثيرة جدا، لكننا ما عندنا وقت للاستفاضة فيها وفي ذكرها. وهذه أطوار الجنين طبعا ذكرت في كتاب الله عز وجل في أماكن كثيرة جدا، وفي أحاديث أيضا أخرى. وهو اليوم علم الأجنة، وهذا الحديث من الأحاديث التي اعتمد عليها العلماء في قضايا علم الأجنة وغيرها. فعلى كل حال، من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث كما ذكرت لكم: أولا أن الإنسان تنفخ فيه الروح، وإذا نفخت فيه الروح الإنسان انتقل إلى أحكام أخرى، فلا يجوز إسقاطه ولا إجهاضه ولا الإساءة إليه، وتترتب عليه أحكام شرعية أخرى سواء كان في قضايا المواريث وغيرها. وإذا كنا الآن في شهر رمضان أيضا، فممكن الإنسان أن يخرج له زكاة الفطر. هذا ليس واجبا، ولكنه ممكن أن يضيفه الإنسان إلى أسرته، فيستحسن حتى الطفل في بطن الأم إذا أراد الإنسان أن يخرج له فلا بأس أن يخرج له إن شاء الله تعالى من باب المستحبات. وهكذا تترتب عليه الآن أحكام كثيرة وغير ذلك. الآن لا نريد أن نتطرق إليها، أحكام عديدة جدا، لأنه نفخت فيه الروح وأصبح جزء من العائلة. وأيضا من الأشياء التي نستفيدها من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن لا يغتر بإيمانه، وأن لا يمن على ربه، وأن يسأل الله الإنسان سبحانه وتعالى الثبات، أن يثبته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان يتقلب يا إخواني، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم، وسيدنا عمر يقول: يا حذيفة استحلفك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. والإنسان يخاف من سوء الخاتمة، فعلينا أن نجتهد وأن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن الدعاء والقدر لا يعتلجان. والإنسان يجتهد اجتهادا عظيما خاصة في هذا الشهر، أن يكتبه الله سبحانه وتعالى من السعداء ومن الأخيار، وأن يبدل الله عز وجل أقداره من شر إلى خير، وأن يهون الله به عليه. فاجتهدوا في الدعاء يا إخواني. الإنسان ربما إذا كان مكتوبا من أهل النار ولكنه أقبل على الله عز وجل ودعاه، فلعل الله عز وجل يستجيب له ويقول: اكتبوا عبدي من أهل الجنة.
فلا يغير القدر إلا الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء بارك الله فيكم. ونحن في شهر الدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما الذي لا يدعو فهذا محروم للأسف. فنسألكم الدعاء لنا ولأنفسكم ولجميع المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ونلقاكم غدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس الرابع من هذه القبسات النبوية.